فتح نادي ريال مدريد أبواب التعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا مستغلا الرغبة من النادي الإيطالي في ضم لاعب قائمة النادي الملكي. وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو والإسبانية أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز أبدى استعداده للتنازل عن الكرواتي مايتو كوفاسيتش إضافة لدفع نحو 80 مليون يورو إلى السيدة العجوز لضم ديبالا. وأوضحت أن بطل إيطاليا يرغب في الحصول على أكبر استفادة مالية من وراء صانع ألعابه الأرجنتيني، ولا يقبل برحيله بأقل من 120 مليون يورو على الأقل. أما بخصوص كوفاسيتش الذي يبلغ 23 عاما والذي تبلغ قيمته السوقية نحو 25 مليون يورو، فقد تقدم البيانكونيري بعرضين مدريد للحصول على خدمات مع الاحتفاظ بالحق في الشراء. ولا تزال المفاوضات مستمرة، خاصة وأن ريال مدريد يعلم بوجود مفاوضات من برشلونة للتعاقد مع ديبالا، وهو يريد إفساد الصفقة عليه. وانضم كوفاسيتش لصفوف الريال في صيف 2015 قادما من انتر ميلان، ويمتد عقده معه حتى صيف 2021، بينما يلعب ديبالا 23 عاما مع اليوفي منذ عامين قادما من البيرمو، وجدد معه عقده في ابريل نيسان الماضي ليستمر حتى صيف 2022. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.